نسمع لو انت رحتي المتخصص تغذيه اللي انتم مسمينه دكتور وقلتي له ان انت عايزه تخسي وقال لك ما تتمرنيش دلوقتي او ما تنزليش الجيم دلوقتي، استني لما تخسي الاول بعد كده اتمرني، قولي له حاضر. ايه ده؟ واجري على طول، انت في المكان الغلط يا ماما. انت لما يكون عندك عضلات مش اللي هي كده، دي عضلات اللي هي الحلوه بتدي كيرفز والكلام الجميل اللي بتحبوه ده، العضلات دي رقم واحد هتحمي مفاصلك، ولو عندك اي الم في ظهرك في ركبتك في رقبتك الحاجات دي كلها هتروح لو اتمرنتي مع مختص تعملي التمارين المناسبه ليك. اما احنا نروح بعيد ليه؟ ما تسمعي اختك ساره، تعالي نسمع كده. العضلات زادت، دهون قلت، دهون البطن قلت، مش مستوعبه. لا الموضوع لا مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله، بس شكرا. العفو يا ساره، العفو. دكاتره الدايت كانوا دايما يمنعوني من اي تمارين علشان ظهري، وبتقال لي انزلي وزن بعدها العبي، فالموضوع مختلف تماما، واكتشفت انه بالعكس الحركه الصح مش بتاذيني. انا ما كنتش بمشي 3 دقايق على بعض يا كوتش اساسا. يا جماعه ساره عندها مقاومه انسولين وغضروف في ظهرها، وعايز اقول لكم ان هي بتتمرن في البيت. نسمع. صلي على النبي. اي بني ادم في الدنيا ايا كان عنده كام سنه، ايا كان حالته الصحيه، هو لازم يكون بيلعب رياضه ولازم يكون عنده هيلثي لايف ستايل، لان ده هيخلي حياته احسن بكتير، شكله ونفسيته وصحته وكل حاجه. ولازم تقري الكابشن اللي تحت ده عشان لو ما عملتيش كده تبقى مصيبه.